اهلا بيكم في حلقه جديده من The Story of You. زي ما دايما متعودين معاكم بيكون معانا قصص نجاح مختلفه. قصه نجاحنا النهارده هي عن accessories brand. خلينا نعرف ايه قصه هو ديزاينز من نانسي والي وهشام والي co-founders of هو ديزاينز. منوريني. منوره بيكي، ازيك؟ فكرة انه يبقى فيه accessories brand لرجالة، لما جت الفكرة كده في الأول ما خفتيش، ما حستيش ايه اللي انت بتقوله ده؟ بصي هقول لك، هي مبدئيا كانت فكره هشام الصراحه. هو كان عايز، احنا وي نوتس في جاب في الماركت، وبعد كده لما جينا ندور على جيفس فور مان عامه ما لقيناش، فطبعا وي تيرن تو هشام's creativity ان احنا نبدا نشوف نعمل ايه في الموضوع ده. بس هو كان scary في الاول طبعا عشان كان ماركت ما حدش دخله قبل كده، ف it was scary. بس بصراحه انا I've always had faith in هشام and his creativity، وكنت متاكده ان احنا we're gonna do something great together يعني. ازاي عرفت بقى تقرر ان انا I'll start from here وانا هعمل ده وانا this is where I belong؟ الاكسسوارز دي موجوده بره من زمان، I think هنا في مصر بس اللي ما كانتش very well spoken about. فانا بقى فكرت لما بدا الموضوع، قلت طب ما نجرب، يعني اجرب واشوف كده وكده. كنت وقتها عملت بيسز ليا انا، كل ما اسافر اجمع حجر من اي حته بروحها، فكنت كل شويه اخد حاجه اعمل منها كافلينجز، اعمل منها كذا. فبدات الموضوع كده وجربنا، ولقيت ان اكشلي لا، البرودكشن حلو، الكواليتي حلوه. لو وقفت على ايد الراجل وفهمته بس انا عاوز ايه في الفينشنج او التكات، الحاجه البيس بتطلع حلوه جدا. فبدات كده وجربت وعملت a couple pieces في a couple pieces لغايه ما بقى فجاه بقى عندي اكشلي حاجه زي كولكشن صغير.